ازيكم عاملين ايه؟ يا رب ان شاء الله تكونوا بخير. كل سنة وانتم طيبين. النهاردة اول جمعة من شهر رمضان المبارك. كل سنة وكل الامة العربية والاسلامية طيبة، ويا رب ان شاء الله ربنا كده يجعله شهر الهنا والسعادة وتحقيق امنياتنا كلنا. طبعا لو مكنتوش لسه قرأتوا سورة الكهف فقرأوا سورة الكهف، وصلوا على النبي عليه افضل الصلاة والسلام كتير، وادعوا بقى باللي انتم عايزينه. احنا في ساعات صيام، ويعني ادعوا في الصلاة، ادعوا في اي وقت، ربنا يا رب ان شاء الله يتقبل كده مننا كلنا. طيب، الحاجة اللي انا جاية اكلمكم فيها النهاردة هي حاجة كل واحد بيعقد النية فيها قبل رمضان. وهي ايه؟ وهي التغيير. كل واحد فينا بيبقى جواه مثلا سلوك مش حابه في نفسه وحابب ان هو يغيره. ممكن تكون كمان اكتر من حاجة، مش حاجة واحدة، ده عادي، يعني كلنا بشر. طيب، كل واحد بيعقد النية من جواه ان انا عايزة اتغير وعايزة اتحسن في الحاجة دي، عشان اخرج بعد رمضان اكون الشخص اللي انا حابب اشوف نفسي فيه، او اكون انا مرتاحة من جوايا للحاجة دي. زي مثلا في ناس ممكن تكون مش منتظمة في الصلاة، فبتستنى شهر رمضان المبارك عشان تنتظم في الصلاة، تحاول ان هي تصلي الصلاة في ميعادها، اول لما يأذن الاذان تروح على طول تصليه. في ناس تانية بتحاول ان هي تنتظم في قراءة القرآن. في ناس تانية بتحاول ان هي تختم القرآن كذا مرة، عشان انا مثلا ممكن اكون طول السنة ممكن اكون غصب عني مثلا في الحياة، وان انا مالي في الدنيا، فمش بعرف ان انا انتظم في قراءة القرآن، فبحاول ان انا اضغط وقتي، او احاول ان انا اركز في وقت العباده بتاعتي في شهر رمضان المبارك. طيب، حلوه قوي ان انا اقدر ان انا اختم القران كذا مره، بس الاحسن منه ان انا لما اجي اختم القران اكون ختمه وانا فاهم معاني ربنا سبحانه وتعالى. اقرا القران بتمعن، اقراه بتمعن، وافهم كلام ربنا، افهم رسائل ربنا ليا سبحانه وتعالى. حد تاني مثلا ممكن يكون بطبيعته مثلا ان هو بيحب ان هو يسمع اغاني كتير، فبيحاول ان هو يجي في شهر رمضان وبيقطع الاغاني خالص او بيقلل منها. طيب، ما احنا ممكن نيجي في شهر رمضان او بعد شهر رمضان ونبتدي ان احنا نبدل العاده دي، وان احنا نسمع حاجه تفيدنا وتثقفنا، والحاجه دي تساعدنا ان احنا ننمي من نفسنا، فدي بتبقى مثلا حاجه حلوه جدا. وفي حد تاني مثلا ممكن يكون السلوك مثلا بتاعه ان هو بيدخن مثلا، ربنا يا رب يعافينا، يحاول ان هو يقلل الحته دي عشان يبطلها بعد رمضان. في حاجات كتير وفي عادات كتير كل واحد فينا بيحاول ان هو يظبط نفسه فيها عشان بعد رمضان ان شاء الله يبطل الحاجة دي. فكلنا نعقد النية ان احنا فعلا اي حاجة من جوانا ان احنا مش عاجبانا في نفسنا، نحاول ان احنا نقرب من ربنا سبحانه وتعالى، ونحاول ان احنا ما نعملش كده بس عشان انا في شهر رمضان، لا، هو انا بعمل كده عامة عشان انا عايز الشخصية دي تبقى بتاعتي طول ايام السنة، عايز دي تبقى شخصيتي عامة. مش عايزة اكون في شهر اكون متقرب من ربنا سبحانه وتعالى، بصلي وبقرأ قرآن والناس مثلا الشباب اللي بيدخنوا، او مثلا الناس اللي هي بتسمع اغاني كتير، او ايا كان العاده او السلوك اللي انت بتعمله، ونيجي مثلا بعد شهر رمضان خلاص انا كده ارجع بقى تاني، نرجع تاني ريما لعادتها القديمه زي ما بيقولوا. لا، احنا بنعقد النية من دلوقتي عشان اي حاجه احنا مش معجبين بيها في نفسنا نقدر ان احنا نغيرها، ونبقى الشخصيه اللي ربنا سبحانه وتعالى راضي عننا فيها، وفي نفس الوقت نكون احنا راضيين عن نفسنا فيها. بس كده، واستنوني ان شاء الله في الحاجات الجايه، وكل سنه وانتم طيبين، وباي باي، سلام عليكم. عليكم السلام.